معانا الأخ علاء من لندن، اتفضل. اتفضل اتفضل أخ علاء، يا ريت لو توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون فقط. اوكي حاضر. اوكي اتفضل حبيبي. اهلا وسهلا. يا مرحب. اتفضل. انا سعيد جدا 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 عشان انا اخاطب ابونا بطرس. يا مرحب بيك، وانا كمان سعيد بوجودك. اخونا بطرس، انا كنت بتكلم مع الاخت مريم وصلت معايا وصليت وكتبت في ورق. ايوه. ده النهارده دلوقتي حالا انا صليت معاها وكتبت لي قالت لي ورق وقلم وكتبت وصليت معاها يعني. طيب قول لي طيب يا علاء، ايه اللي خلاك تضحي بالاسلام وتسيبه؟ وايه اللي خلاك تقبل المسيح؟ انا ما عنديش اصلا، انا ما عنديش ديانه يعني. انا ما عنديش ديانه، سوري. اي لكن مولود مسلم يعني. انا مانيش مولود، انا امي من فرنسا. مسيحيه اصلا يعني. أنا هي اصلا مسيحيه، هي بتروح تصلي كل يوم احد ومش عارف ايه، وكنت متجوز ابن خالتي يعني فرنسويه وتروح تصلي معاها. بس انا عندي يعني اصدقائي مسلمين واصدقائي مسيحيين وكل، بس ما عنديش ديانه، مش عارف ولا علماني. اشكر الرب. بس وطي التلفزيون لو سمحت. اوكي. وطي التلفزيون. ايوه. وبعدين يا اخ علاء، ايه اللي وجهك للمسيح بقى؟ انا بشوف اصدقائي المسلمين بيصلوا يعني 5 صلوات في اليوم، واشوف اصدقائي المسيحيين وزوجتي الفرنسيه يعني بتصلي جاست وان داي، ويوم واحد يوم الاحد، وانا يعني مش فاهم كله. المهم ايه اللي حلو يا علاء، عشان الوقت قول لنا ايه اللي وجه نظرك للمسيح عشان تقبله. اتفضل. سوري، سامحني. سامعك بس الوقت ضيق عندنا دلوقتي، فاضل غير 5 دقايق. قول لنا مباشرة كده ايه اللي وجه نظرك لطلب المسيح، يعني انت حبيت تعيش مع المسيح ليه؟ انا عايز اقول حاجة واحدة. انا عايز اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. حلو قوي. حقير يا كذاب. ماشي. حقير وكذاب. ماشي اشكرك. ما تقفلوش عليه. خليه يجيب الكلام من الاخر. اتفضل. حيوان يا حقير يا كلب. اشكرك. سيب المسلمين يا كلب. اشكرك حبيبي. سيب المسلمين يا كلاب، سيبهم. حاضر. اشكرك. احنا بنؤمن بالمسيح. طيب. عندك حاجة تانية يا عمو؟